ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يلا بينا نشوف القمر ده اتعمل ازاي. عملنا طبعا نجرسكو سهل جدا ولذيذ، وعايزة اقول لكم في الحر ده مش هتقفي كتير خالص في المطبخ. اول حاجة سلقنا كده معانا المكرونة، وزي ما انتم ما شايفين كده حطيت لها معلقة من السمنة او معلقة من الزبدة او شوية زيت، المتوفر عندك في دول حطيهم. تمام. كان عندي طبعا قطع ستريبس، بدأت أقطعها كده لمكعبات، وحطيت البهارات بتاعتي، رشة كده من القرفة وتوم بودر، بصل بودر، فلفل اسود، وكمان بهارات من الفراخ، وكمان كمون. حطيت طبعا كده مكعبين 3 من البصل كنت مفرزاه في الفريزر، وكمان معايا فصين كده من التوم. ندخل بقى على البشاميل. طبعا حمرت طبعا القطع الفراخ، حمرتها كويس اوي لحد ما خدت تشويحة كده معايا. طبعا برضو عشان ما نغسلش اطباق كتير ومواعين كتير، هنعمل برضو كله في حلة واحدة. في نفس الحلة هعمل البشاميل عشان كمان يتطعم بقى من البصل والثوم اللي في الحلة معايا. حطيت طبعا كده 4 معالق من الدقيق، وحطيت معاهم توم باودر، بصل باودر، وحطيت كمان فلفل اسود وكمون ورشة من القرفة. زي ما انتم ما شايفين كده مكعبين من المرقة، وطبعا دول اساسيين في البشاميل. بدأت اقلب كده كويس قوي، وحطيت كده مكعب كبير من الجبنة الموتزاريلا. الجبنة الموتزاريلا في النجرسكو بتديها مطة تحفة يا جماعة، بجد جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي قوي قوي. زي ما انتم ما شايفين كده الجبنة ساحت معايا في قلب البشاميل. بدأت ان انا احط الطبقات. طبعا حطيت زيتون على جنب، والجنب التاني لأ، عشان اللي بيحب الزيتون ماشي، واللي مش بيحب الزيتون برضو ياكل معانا. شايفين بقى حطيتها في الرف اللي في النص، طلعت معايا حاجة كده قمر قمر قمر. طبعا كلنا في الحر مش عايزين حاجات تقيلة، ولا عايزين حاجات ايه نقف في المطبخ كتير، مش بجد بنكون مش مستحملين خالص في الصيف، ربنا يعيننا يا رب. زي ما انتم ما شايفين استنيت عليها لما بردت، وبدأت ان انا اقطعها كده لقطع تحفة جدا يا جماعة، اللهم بارك، طعمها في منتهى الجمال. ما خدتش طبعا اطباق كتير ومواعين كتير، وكله في حله واحده بس. عملت كله بجد، ما وسختش اي حاجه غير هي حله واحده بس. وطبعا عملت طبق سلطه كده لذيذ قوي جنبها، وكانت اكله تحفه. تقدري تحطي جنبها كده شويه مخلل، اللهم بارك، رضا والحمد لله. اللهم لك الحمد على كل حال يا رب. طبعا الفترة الجاية علشان الحر هنبدأ ان احنا نعمل وصفات ان شاء الله بأمر الله تكون سهلة ولذيذة وكمان سريعة، ما توقفناش في المطبخ كتير وما نغسلش حاجات كتيرة قوي. هحاول ان انا اعمل لكم وصفات كلها حلوة، وهيكون طعمها جميل كمان، مش علشان في حلة واحدة او هننجز في وقتنا هنعمل اي حاجة والسلام، لا، هتبقى حلوة اللهم بارك. تابعوا طبعا الفيديو، ما تنسوش اللايكات.